كلنا طبعا عارفين زلزال 92، أشهر وأهم كارثة طبيعية صدفت مصر، وإحنا عملنا لكم عنه فيديو هنسيب لكم الرابط بتاعه. المهم إن الحادثة دي مشهورة، ولكن مش عشان إن مصر موجودة في منطقة خاملة من الاهتزازات الأرضية والثورات البركانية، بل لأن الحادثة دي سقط فيها ضحايا وضحايا كتير كمان، ومباني كتير قديمة سقطت أمام الزلزال. لكن تعرف إن في كارثة ضربت مصر كانت أقوى عشرات المرات من زلزال 92؟ بل تقريبا الكارثة اللي جايين نتكلم عنها النهاردة لا تقارن أصلا بالزلزال ده من كتر قوتها والضرر اللي نتج عنها. تعال نكتشف الكلام ده واحنا بنعرف أصل وفصل فيضان 94. أهلا بيكو في حكاية أصلي. حكاية أصلي، الحكاية من أولها. بمناسبة الطقس المتقلب بتاع اليومين دول، تعال أعرفك على عاصفة هبة. كان في واحدة من العواصف المدمرة اللي ضربت مصر من 28 سنة تقريبا، شبه اليومين دول كده، سنة 94. حالة مناخية عجيبة عملت سلسلة من الحوادث الكارثية. ليلة واحدة قلبت البلد، اتقتل فيها آلاف الضحايا ما بين الغرق والحرق والدفن حيا تحت الأنقاض، وكانت من أعنف الكوارث الطبيعية في تاريخ مصر. مأساة بشعة جدا، لحد النهاردة مفيش تعداد رسمي للمتوفين والمفقودين فيها. هاخدك في رحلة محفوفة بالمخاطر على الصعيد، فيلا بينا. وقتها الناس اتلمت في بيوتها اتقاء البرد القارس. ما كانش في حاجة اسمها توقعات للأرصاد ساعتها، بس هم شافوا الدنيا غيمت والسما اتلونت بالأحمر والأصفر، وزعابيب الهواء انفعلت بتزحف بدوامات قوية بتكنس الشوارع، والأشجار بتتمايل من الرياح، لحد ما الساعة دقت 3 الفجر يوم 2 نوفمبر سنة 94، وتعرضت محافظة أسيوط لأمطار غزيرة استمرت حوالي 3 ساعات بدون توقف. كمية ضخمة ما حصلتش قبل كده، بلغ اندفاعها حد مش مسبوق، وده عمل سيل قوي قوي من فوق الجبل الغربي في أسيوط، جرف الرمل من شدة تدفق أمواج المية بغزارة لتحت. وكان في خضم الجبل شوية قرى بسيطة كده، وأكبرهم كانت قرية درونكا اللي موجودة تحت الجبل مباشرة في مجرى السيل أصلا، فكانت الفريسة الأولى للطوفان الغاضب اللي نازل سائر من الجبل. هجمتها الأمواج السريعة بحمولتها من التراب والأوساخ، مئات الآلاف من الدوامات، مية وطين ورواسب ورمل، بالإضافة لزواحف زي عقارب وتعابين. كل حاجة اقتحمت البيوت الهشة الضعيفة المبنية بالطوب اللبن الأخضر. السيول العنيفة دي غرقتها بالكامل، وتسبب اندفاع المية في انهيار البلد كلها. اتهدمت المنازل وسقطت أسقفها وجدرانها واتدمرت بصورة كاملة. البيوت اتساوت بالشوارع حرفيا بعد ما جرفتها السيول، في لحظة كده اتمسحت من على وش الأرض كأنها لم تكن، واللي اتبقى عبارة عن أطلال متفتتة زي اللقمة الممضوغة بالظبط. والمصيبة الكبرى فعلا كانت في انجراف الطوفان ده كله في اتجاه مخازن تكرير البترول، فانفجرت وبقت النيران سارحة فوق وش الموج بشكل مرعب. 3 ساعات اتحولت فيها القرية لمقبرة جماعية، والنتيجة لم ينجو أحد. ده كان العنوان اللي تصدر الأخبار. ساعات قاسية وملتهبة كانت كافية عشان تخفي القرية من الوجود، والطقس المخبول اتنقل بسرعة وضرب باقي محافظات مصر، فتعرضت محافظة أسوان لنفس السيناريو الكابوسي ده. البيوت اتصدعت والأرصفة اتكسرت، والطرق الرئيسية في المحافظات اتحطمت، وسقطت أعمدة الإنارة، واتقطعت الكهرباء، وبقى الوضع الكابوسي كامل الدسم. متخيل إنك تنام وتصحى تلاقي نفسك في فيلم رعب بديكوراته وزوايا تصويره وإضاءاته وجرافيك الأحداث؟ هو ده الوضع. وكان في محافظات تانية ليها نصيب من المصيبة دي، وهم الفيوم والسويس والغربية وجنوب سيناء وكفر الشيخ والمنوفية. ومصر تعرضت لأمطار قوية وتقيلة ملهاش حصر، ومن بعد الفجر اتسببت في ارتفاع منسوب المية في الشوارع، وبقت المحافظات كلها عبارة عن برك مية راكدة أو متحركة بتطفو عليها جثث أو أساس متكسر أو حيوانات نافقة. ولكن في قرية درونكا كان يوم القيامة حط على أصحابها. طبعا ده مجاز أقرب للحقيقة، معظم الناجين من الكارثة استخدموا الوصف ده بالتحديد. وصحي أهالي البلد على دبيب السيول وهي بتضرب حيطانهم وبترجرجها، هزات قوية هائلة، خبط عنيف محسوش بيه قبل كده، ومضات البرق في السماء وشرر قاسي أضاء السحاب، فرقعات الرعد. العائلات لملمت بعضها وخرجوا بلبس النوم يجروا في الحواري والأزقة، محاولة بائسة جدا للهروب من بشاعة المصير، خايفين من انهيار البيوت البسيطة عليهم. الدمار لحق بكل مكان، لكن لفين الهروب إذا كان القدر هو اللي بيطاردنا؟
خاصة إن في نفس الليلة دي كان في فرح كبير ضم أغلبية أهل القرية والقرى اللي حواليها، فكانت معجنة بشرية. قبل الساعة 6 الصبح تقريبا وصلت الأمطار لمدينة القاهرة، وتعرضت كل المناطق لدربكة وانقلابات خطيرة في الجو، وبدأ الرعد والبرق في السماء. سيول رعدية غزيرة قوي ضربت العاصمة وغرقتها، واستمرت حوالي ساعتين. عجزت منظومة الصرف الصحي عن استيعابها، وارتفعت المية في الشوارع بصورة مش مسبوقة، والرياح العنيفة ضربت العاصمة وقلبت كيانها. وفي المناطق الشعبية والعشوائية ما استحملتش البيوت ضغط الأمطار فسقطت، واجتاحت المية محطات مترو الأنفاق بارتفاع مهول تجاوز المتر. وكل دي عوامل أدت لإغلاق المحطات وتوقف القطارات اللي غاصت في المية والوحل، والقضبان اللي اندفنت تحت طبقات من الطين والرواسب. الأمطار تواصلت طول ال3 ساعات، سيول عنيفة وغزيرة. والحقيقة إن الفلاحين الغلابة من أهل قرية درونكا متوقعين الأمطار، لكن الكمية هي اللي اختلفت المرة دي بشكل أعنف من احتمال استعداداتهم. والمصيبة الكبرى كانت إن المية نازلة متحملة بأطنان من المواد البترولية. اتفاجئ أهل البلد بمواجهة بحر من البنزين والديزل اللي اتسرب من المستودع الضخم بتاع الجمعية التعاونية للبترول. كان بناء مجهول هويته إلا للمختصين، ومكانه في مجرى السيل بتاع الجبل، وده بيطرح آلاف من علامات التعجب الحقيقة. المستودع الاستراتيجي كان بيضم وقتها 9 خزانات وقود. أقدم خزان كان منصوب فوق قاعدة خرسانية مسلحة صلبة، فصمد قدام هجوم السيل المتدفق من فوق الجبل. لكن أجدد خزان كان راكب على وش الأرض كنوع من الإهمال الصريح، واتمكنت المياه منه ونخرت قاعدته الهشة، فمال على جنبه وانكسر في انطاسه. وقيل إن السيول جرفت عربية قطر وضربته. المهم إنه اتكسر واتسربت منه أطنان من الوقود الخام، واختلطت بالمياه المتدفقة، وزحف الخليط القاتل عشان يوسع أضرار الهجمة العنترية على القرية كلها. ومع الانهيارات والكسر والتحطيم وشرارات متعددة من الماس الكهربائي وخلافه، شم الوقود النافر ريحة الاشتعال، فتتحول المنطقة لكتلة ضخمة من الجحيم المركز. اتسببت الأمطار السخية دي في عزل العاصمة بعد ما تم تحطم طرق كاملة كانت بتربطها مع باقي المحافظات، طريق اسكندرية والفيوم والسويس وبورسعيد والصعيد، واتقطعت الصلة بين جميع محافظات الوجه القبلي في مصر. وحصلت انهيارات بالطريق الزراعي بين القاهرة والشرقية، وقعت أضرار متكاملة لشبكات المياه والصرف والكهرباء اللي فشلت في مواجهة الأزمة بسبب هشاشة البنية التحتية. انخلعت بعض قضبان السكك الحديد، غير الأعطال الكتيرة اللي عانت منها الشركة الوطنية لتشغيل المترو. وفي فيديوهات عن الكارثة دي ومتاح بعضها على اليوتيوب للي حابب يتفرج عليها. ونشرت مواقع كتير تقارير متنوعة عن اللي حصل، هتلاقوها على مواقع بوابة الأهرام والمصري اليوم واليوم السابع وصدى البلد وغيرها. الساعة قربت ل7 الصبح يوم الأربعاء 2 نوفمبر 94، لما حصل الانفجار وسمع وحس بيه أغلب سكان وجه قبلي. وفجأة اندلعت النار عشان تغطي قرية درونكا بالكامل. في ثواني كانت مئات البيوت المخسوف بها الأرض اتحولت لكتلة جهنمية من لهب وصلت ألسنتها لحدود السماء. مئات الأمتار من نار والدخان الأسود شافوا كل أهالي الصعيد في مشهد مرعب قريب قوي من أفلام نهاية العالم. بحر عظيم من الطمي والمية الوسخة البنية، وبقايا جدران منحولة ومتآكلة، خراب كامل، جثث طافية هنا وهناك. كل ده غير النار المتأججة السارحة فوق السطح، عربيات مقلوبة ومتفسخة وقطارات مقسومة ودخان اسود قاتم خارج منها، شجر مقتلع وجرارات نايمة على ظهرها، وبهايم نفقة ومتفحمة، وريح بتصفر بدمدمة موحشة زي ما بتصفر بين شواهد القبور، أو يمكن أشد وحشة. كتالوج الموت كان متنوع جدا الحقيقة، ما فرقش بين الضحايا من أطفال ونساء وشباب وشيوخ في بيوتهم أو في الشوارع. مفيش ناجي واحد من مئات المنازل المنكوبة الواقعة في منطقة منخفضة على أطراف القرية. المئات من الضيوف قضوا الليلة في الفرح وما خرجوش أحياء، وأكلت النار العروسين والمعازيم. إبادة جماعية كاملة تعرضت ليها العائلات، مفيش حد بينهم اتبقى حي عشان يقول معلومة حول اللي مات أو اللي نجي. فكان جحيم النار كفيل بتفحم مئات من الجثث. وبعد أيام اكتشفوا إن الرمال اللي شالتها السيول دفنت كل اللي اتبقى من أطلال البيوت المحروقة والغرقانة، بكل ما ومن فيها تحت طبقة ناشفة وسميكة تزيد على 2 متر. يعني اللي نفد من الغرق ونجي من النار اتردم صاحي تحت الرمل والطمي. استمرت مواجهة الأمطار ما بين متوسطة وغزيرة لمدة 3 أيام متتالية، وتعرضت محافظات الدقهلية والقليوبية وسوهاج وقنا لأمطار عنيفة في الأيام اللي بعد كده. وخرجت تقارير حكومية بتقول إن في أكتر من 600 مواطن ماتوا في أسيوط لوحدها،
ولكن التقارير الخارجية التابعة لمنظمة الصحة العالمية قالت غير كده، لأن قرية درونكا لوحدها مفيش حد نجي منها تقريبا غير البيوت المتطرفة اللي كانت في أول البلد، لكن كل اللي في المنحدر تحت الجبل راح. يعني الرقم الحقيقي أضعاف الرقم ده. وطبعا ده غير إن الأمطار اتسببت في انهيار آلاف المنازل في أسيوط، وغير أكتر من 70 نجع وكفر في سوهاج. يعني الكارثة الطبيعية دي خلفت ضحايا بالآلاف. بعد حوالي أسبوع من الكارثة تدخلت قوات الإنقاذ وكتائب كاملة من القوات المسلحة بعد أعمال جبارة في ظروف مناخية مدمرة. قدروا بالعافية ينتشلوا منها حوالي 600 أو 700 من رفات الجثث اللي كانت متفحمة أو بقايا قطع غيار بشرية. قرية درونكا ماتت حرفيا، وكانت المشاهد مروعة. شحنوا مئات الجثث وكدسوها في عنابر بدروم المستشفى العام في أسيوط، لأن مفيش ثلاجات حفظ الموتى تكفي العدد ده. وده اللي خلى منظمة الصحة تتدخل وأطلقت تحذيرات صحية في مخاطر تفشي الكوليرا نتيجة بقاء الجثث في العراء، فكان الحل السريع مقبرة جماعية للضحايا. وبالأمر المباشر وقعت الأهالي لتواجدوا على إقرارات بالتعرف على الجثث، واضطرت الأهالي ترضخ لقرار الحكومة عشان يقدروا يستخرجوا شهادات الوفاة وتسهيل إجراءات التعويض. في يوم الجمعة التانية حضر الرئيس الأسبق مبارك بطيارته لفتين فوق قرية درونكا، وشاف الوضع المأساوي اللي خلفته الكارثة العنيفة دي، لكن الطيارة ما قدرتش تهبط لظروف فنية، ودي كانت تصريحات رئاسة الجمهورية. ولكن بعد كام شهر تانيين رجع مبارك مرة تانية لقرية درونكا عشان يقوم بتوزيع البيوت المجانية اللي أمر بإقامتها في منطقة قريبة أطلق عليها درونكا الجديدة، استلمها الأهالي القلائل اللي اتبقوا من شعب درونكا الأصلي اللي كانوا متجمعين في مخيمات تشبه مخيمات اللاجئين. وبناء عليها قامت الحكومة على مدار سنين في إقامة البنية التحتية اللي اتدمرت، خاصة وإن المصيبة اللي حصلت دي كانت بعد أقل من سنتين من كارثة زلزال 92 الشهير. تراكمت المآسي بشكل مبالغ فيه، وفضلت الحكومات وإعلامها تعتم على الحقيقة بما فيها من بشاعة، ومحدش جاب سيرة المصيبة دي في أي مناسبة طول ال26 سنة اللي فاتوا. وبالصدفة البحتة جت سيرتها على لسان وزير الإعلام أسامة هيكل من سنتين. بكده نكون عرفنا أهم وأكبر كارثة طبيعية تعرضت ليها مصر، واللي راح ضحيتها المئات اللي علينا إننا ندعي لهم بالرحمة، فربنا يرحمنا ويرحمهم جميعا. كان معاكم تيم حكاية أصلي، استنونا في الحلقات الجاية.